العزلة يفرض على شخص ارتكب جناية أو ارتكب جناية أو جرم شائن. العزلة في الحالات العادية تفرض العزلة. أما العزلة ضمن الاحتجاز وحجز الحرية هذا ما أختلف عليه. الدولة التركية تحتجز ليس فقط القائد، تحتجز كافة الشعوب وعلى رأسهم حركة الحرية الكردستانية المتمثلة بشخص قائدها السيد عبد الله أوجلان. الدولة التركية تاريخها زاخر بالانتهاكات المنافية لأبسط حقوق الإنسان. قد أختلف معكم في التسمية حتى في إطلاق لماذا العزلة. العزلة تفرض قلنا في الحالات العادية لفترة زمنية محددة. أما حجز الحرية حجز إنهاء شعب بالكامل، وسياسة أو منطق الاستجداء الذي قد يحاول بعضهم نستجدئ القوى أو المنظمات الدولية كي نستدر عطفهم حتى يتدخلوا لتخفيف المعاناة التي يعيشها القائد أوجلان. القائد أوجلان يعيش مرحلة مصيرية 21 عاما من حالة حجز الحرية. ما الجرم الذي ارتكبه؟ لنسأل هل ارتكب جريمة؟ في جميع الأعراف في لائحة حقوق الإنسان أي شعب له الحق في الكفاح والنضال إذا كان له شخصية متميزة، له قوة عسكرية واضحة وله تنظيم واضح وفق قرارات الأمم المتحدة. عصبة الأمم المتحدة أقرت للشعوب أن تكافح لأجل النيل لحريتها، وهذا متوفر في حركة التحرر الكردستاني. القائد موجود، القوة العسكرية معلنة، والخريطة الجغرافية هي معلنة، هي أرض كردستان. إذا النضال مشروع. نحن لا نبحث عن الجزئيات، نبحث عن الكل. أما سياسة الاستجداء أو استدرار عطف المنظمات الدولية هي غير فاعلة، مع احترامي للمنظمات باعتبارها قانونية وتستمد شريعتها من قرار مجلس الأمن ومن عصبة الأمم المتحدة، لكنها تستغل في رسم سياسات أو في رسم أجندات معينة. المرافعة التي قدمها القائد أوجلان هي كافية لإدانة المجتمع الدولي ليس المجتمع الدولي، عفوا، القوى الدولية الفاعلة هي كافية لإدانته. ولكن هذه المنظمات أين كان دورها؟ الآن العزلة مفروضة على قائد انتهك حقوقه، جميع حقوقه، انتهك شعب بالكامل. الانتهاكات التي تحدث في كردستان في عموم كردستان هي منافية لكل القيم والشرائع الدولية، لكل القيم الدينية، لكل القيم الأخلاقية والمجتمعية. الآن نلاحظ أن المنظمات تسعى توهم الناس بأنها تدافع عن الحريات العامة وعن حقوق السجناء وحقوق المعتقلين إلى آخره، لكن لا تبحث عن جوهر القضية. نحن هنا، أنا شخصيا قد يقع حديثي في باب الملامة. أنا ألوم حركة التحرر الكردستاني لأنها لم تعمل بما يستلزم لتحرير هذا القائد. حركة التحرر الكردستاني لم تقدم ما قدمه هذا القائد لهذا الشعب، والشعب أيضا في خانة في الاتهام. أنا أتهم الكثير من المجموعات المجتمعية في شمال كردستان، خاصة في الانتخابات، نرى بأن صناديق الاقتراع يكتسحها حزب العدالة والتنمية بأصوات الكرد، بأصوات الذين أبيدوا بيد أتاتورك، بيد الطغمة المستبدة المتحكمة في الدولة التركية منذ نشأتها إلى الآن. الملامة على حركة التحرر الكردستاني يجب أن تعمل على عدة محاور. أولا، المحور السياسي تشكيل لوبي كردستاني.
للضغط على المجتمع الدولي صاحبة القرار في اتخاذ موقف مناسب. البند الآخر في حركة التحرر الإنساني لديها وسائل متعددة. أنا لا أدعو للعنف، ولكن هناك وسائل أخرى غير عنفية بل هي مؤثرة. على سبيل الذكر هناك ضغط يمكن إحداث ضغط اقتصادي، إحداث شلل في الحياة المدنية أو في الحياة الاقتصادية. بإمكان الشعب الكردي كثافته متواجد في المدن الكبيرة مثل اسطنبول ومثل أنقرة، يمكن إحداث تغيير في الشارع، في الرؤية الجماهيرية، في الموقف الجماهيري، في القوى السياسية، غير كافي بما تقوم به حركة التحرر الكردستاني. أنا من وجهة نظري القائد 21 عام في ظل ظروف سيئة وهو يدفع ضريبتنا نحن، ضريبة الكرد في أجزاء كردستان. نحن في غرب كردستان الآن في ثورة روجافا، نهل الرواد في بداية الثورة السورية، بداية الثورة في غرب كردستان من فكر هذا القائد الرفض. أنا لا أستجدي عطف المنظمات الدولية مع احترامي لهم، لكنها تدخل أي قرار يصدر منها إن كان CPT مناهضة التعذيب والعنف أو مجموعات الأخرى التي تسعى إلى تخفيف الضغط على القائد أوجلان ومنع لقائه مع محاميه ومع عائلته وأهله. لا، أنا أقول يجب أن يكون القائد بين شعبه، يجب أن يكون في هذه المرحلة الحساسة نحن أحوج إليه. جميع الشعوب هي أحوج إلى مخلص. المخلص من هو؟ ليس مخلص يأتينا من السماء ومن مكان آخر، من ضمن هذا النسيج الوطني، النسيج المتآلف في منطقة الشرق الأوسط. والكرد هم الرواد، والمنظر هو موجود ورهين الحرية يدفع ضريبة السياسات الدولية. أنا أدعو كافة الوطنيين، كافة الأحرار، كافة القوى التقدمية إلى السعي لإطلاق سراح هذا القائد وليس تخفيف العزلة مرفوضة تماما، وحجز حرية هذا القائد هو مدان بكل المعايير والمفاهيم. وشكرا لكم.